الخاصة. ويليام موريس أحد رواد الحركة كان بيفكر في الفن كوسيلة لتحسين الحياة اليومية. تصميمات مذهلة زي ورق الحائط الزخرفي اللي لسه بيستخدم لحد النهاردة. الحركة دي كانت بداية تحول في طريقة النظر للفن، وكان ليها تأثير طويل المدى في كل مجالات التصميم. فالفنون والحرف كان ليها دور في تطور الفكرة الجمالية في العصر الحديث. دلوقتي هننتقل لمرحلة تانية في تاريخ التصميم، مدرسة الباو هاوس اللي كانت نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ التصميم الجرافيكي. الباو هاوس تأسست في ألمانيا سنة 1919 على إيد المهندس المعماري فالتر جروبس. كان هدفها دمج الفن بالصناعة، بحيث التصميم بقى ليه وظيفة مش بس جمال. المصمم مش بس بيبدع الأغراض فنية، كأنه أصبح جزء من عملية إنتاجية. الطلاب في الباو هاوس ما كانوش مجرد بيدرسوا مواد فنية، كانوا بيتعلموا إزاي يدمجوا ما بين الفن والحرف. يعني كانوا بيتعلموا إزاي يصمموا منتجات فنية وفي نفس الوقت عملية، زي الكراسي والترابيزات. في الباو هاوس كان الجمال والوظيفة مدموجين مع بعض. حاجات زي الترابيزات والكراسي اللي صمموها لحد النهاردة مستخدمة على مستوى العالم.